السلام عليكم ورحمة الله. لم أعد أي كلمة فوجئت بالتقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذا المؤتمر، وأشكر الإخوة أيضا الذين لبوا الدعوة، وأسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير العميم. أود أن أقول لإخواننا في تركستان الشرقية إن مصابهم هو مصابنا، والجروح في العالم الإسلامي اليوم كثيرة في الحقيقة، ولكن لا بد أن يواسي بعضنا بعضا وأن يقف بعضنا إلى جانب بعض. وليس عندي كلام كثير، ولكن لفتات قليلة. المعول عليه في النهاية هو أنتم. مهما قدم لكم العون فالأساس هو أنتم أهل تركستان. وأنا تحدثت مع إخواني بعض أعضاء الاتحاد لما زاروني قبل مدة، وذكرت لهم بعض رأيي. أهم شيء أشار له بعض الإخوة هو وحدتكم. لا تنقسموا إلى قسمين، قسم يستخدم السلاح وقسم يستخدم الجهاد المدني لأن هذا سيلحق بكم أكبر الضرر. لابد من أن تتحد الكلمة على عمل سياسي حقوقي أخلاقي إنساني. وهكذا نتعلم هذا الدرس من دول كثيرة ومن بلاد كثيرة جرى فيها مثل هذا. الأمر الآخر هو أن ما يجري لكثير من المسلمين هو الحقيقة بسبب الضعف. وأنا أرجو من اتحاد علماء المسلمين أن يربي جيلا جديدا، جيل يعرف اللغات، يعرف البرمجيات، يعرف كيف يفكر العالم، وأن ينخرط أيضا في الممارسة السياسية وفي التفكير السياسي وفي العمل السياسي، لأن القيادات الكبرى دائما تخرج من المجال السياسي. المجال العلمي يوفر القيادات الروحية والأخلاقية والأدبية، لكن القيادات الكبرى دائما تخرج من المجال السياسي. أسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا التوفيق والمعونة، وبالتأكيد إن شاء الله ما بعد هذا المؤتمر لن يكون مثل قبله، مثل ما كان الوضع قبله. ستتغير أفكار ومفاهيم، وإن شاء الله ستكون النصرة أكبر وسيكون الحشد أكبر، ونحن متفائلون بالمستقبل. وإن كانت الصين الآن في عز مجدها كما يقال، لكن هناك جناح انكسر وهو روسيا أمام الغرب، وأعتقد أن الصين إلى ضعف وليست إلى قوة، والله تعالى هو المتصرف بالكون جل شأنه، فنسأله النصر والمعونة والتوفيق والهداية، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.